عمرك حسيت إن الدنيا بقت تقيلة؟ مشاكل وأزمات وضغوط، شغل بيستهلكك وفلوس بتخلص بسرعة؟ طيب اسمع الآية ديت كده: كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ربنا بيقول لنا ان مهما كان اللي معانا في الدنيا قليل، سواء كانت فلوس، سواء كانت راحة، سواء كانت متاعب، سواء كانت شهرة، سواء كانت اي حاجة في الدنيا، حتى راحتنا نفسها ما هي الا مؤقتة. ليه؟ علشان الدنيا اصلا مكان اختبار، مش مكان راحة. وكل ازمة وصعوبة بتمر بيها مش معناها انك فاشل، معناها ان الدنيا ديت مش باقية ابدا لاي حد. بس الاجمل، ربنا قال في اخر الاية: والاخرة خير لمن اتقى. يعني اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى ويصبر ليه نصيب اعظم وابقى. الدنيا هتخلص، بس الخير اللي عملته وصبرك ذات نفسه ودعوتك في حد ذاتها، ده اللي هتلاقيه مستنيك. فالمرة الجاية اللي تحس فيها ان الدنيا ضاقت بيك وان الارض ما عادتش شايلاك، افتكر ان هي اصلا قليلة، وما سميت دنيا الا لانها دانية. والحقيقة ان اللي عند ربنا سبحانه وتعالى اكبر واغلى وابقى. سلام. كنت في الحكاية مع عمار.